مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يعقب على كلام الكابتن ويقول هناك 2 من اللاعبين اللي موجودين في القائمة الرئيسية للفريق اللي هم الكابتن مروان لوداني وطارق تيسودالي وصلوا إلى الدوحة بشكل منفرد بين قوسين وبدون علم اللجنة، ودخلوا قطر عن طريق حصولهم على فيزا سياحية وليس عن طريق تطبيق هيا الفيزا المعتمد للبطولة أو المربوطة بالتصاريح الرسمية للبطولة. وتم اكتشاف هذا الموضوع اليوم أن اللاعبين موجودين مع الفريق وبدون تصاريح، وقد قمنا بإبلاغ البعثة قبل ذهابهم إلى الملعب بنصف ساعة، وهذا طبعا ممنوع. طلبنا منهم ينتظرون حتى تقوم اللجنة بإخراج تصريح ويتم إلحاقهم بالباص إلى الملعب، ورفض الإداري أن الباص يتحرك إلا بوجود اللاعبين، وبقوا ينتظرون ذلك تقريبا 40 دقيقة حتى اقتنعوا أن الباص يجب أن يمشي، يعني لازم يمشي خلاص. وثم تم استخراج التصاريح لهم ولحقوا اللاعبين الاثنين منتخبهم إلى الملعب. وللتوضيح أكثر، الباص أخذ 15 دقيقة فقط من الفندق إلى الملعب، وسبب التأخير بأنهم رفضوا يعني بالمختصر أن البعثة قالت احنا ما راح نتحرك إلا بهؤلاء الاثنين اللاعبين، واللجنة قالوا لهم يا جماعة الخير خلاص أنتم روحوا، احنا بنجيب لكم اللاعبين هالاثنين بسيارة خاصة من عندنا، راح نعمل لهم كل الإجراءات القانونية ونلحقهم بالبعثة عن طريق السيارة. فكان لا واحنا ما راح نروح وهذول لاعبين وكذا، يا جماعة داخلين بفيزا سياحية مش عن طريق اللجنة، لا. وصارت لين ما اقتنعوا في النهاية أن الوضع الصحيح أن الباص يتجه إلى الملعب اللي أخذ 15 دقيقة فقط من الفندق إلى الملعب، وتم الحاق اللاعبين ثم عن طريق سيارة خاصة إلى الملعب بعد ما تم استخراجهم كل الإجراءات القانونية اللي تسمح لهم أن يلعبون المباراة أمام جزر القمر. هذا بالمختصر المفيد اللي أنا أخذته اليوم من مصدر مسؤول من اللجنة المنظمة للبطولة. حد عنده تعقيب؟ قال لا، هو فقط كل ما قلته فهو صحيح، لأن احنا كنا في الملعب اكتشفنا على أن حتى المنتخب الوطني واللاعيبة عشان يدخلوا إلى أرضية الملعب لإجراء عملية الإحماء تأخرت بشكل كبير وغير عادي، حتى أن المدرب صرح أنه لم يتحدث مع اللاعبين في مستودع الملابس نظرا لضيق الوقت ونظرا لهذا التأخر الخارج عن إرادة لا اللجنة المنظمة ولا حتى اللاعبين وحتى البعثة، خاصة أن البعثة كانت تريد أخذ اللاعبين معها لأنها كانت ضمن التشكيلة الرسمية التي ستلعب. نعم، هو على فكرة هو سجل هدف. سجل هدف يعني من محاسن الصدف على قولتنا. من محاسن الصدف أنه هذا اللاعب سجل الهدف، وبالتالي ليس هناك أي مؤامرة أو لا 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 لا, لا. لم يقال هذا الأمر نهائيا أنه أي مؤامرة، لأنه القانون واضح وحسب اللوائح والقوانين، فهذا شيء طبيعي جدا. فقط هو كان تأثير على نفسية اللاعبين، تأخير للدخول لعملية الإحماء، هذا الذي أخر. ولكن الحمد لله أن المنتخب فاز في الأخير